بعد تصريحاته الأخيرة دفاعا عن التعديل الثاني بالدستور الخاص بالحق في حيازة السلاح، وجد المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب نفسه متهما بالتحريض على العنف من كلا الحزبين الأبرز في البلاد. معارضة على أعلى المستويات يواجهها المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إثر مطالبته مؤيدي التعديل الثاني في الدستور الأمريكي المؤيد لحمل السلاح وقف تقدم منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون التي تسعى لإلغاء هذا التعديل، مستعينة بالقضاة الذين يمكن أن تعينهم في المحكمة العليا إن هي بلغت سدة الحكم. حملة مؤيدي ترامب عللت خطابه بأنه يريد القول إن المدافعين عن حق حيازة السلاح سيمنعون انتخاب كلينتون إذا صوتوا لمصلحته، ما أدى بهؤلاء إلى إعلان دعمه. لكن تبريرات حملة ترامب فشلت في إخماد مخاوف معارضيه، حيث رأى مراقبون ووسائل أعلام في تصريحاته دعوة لاستخدام العنف، فيما اتهمه روبي موك مدير حملة كلينتون باستخدام لغة خطيرة. ومن داخل المعسكر الجمهوري نشرت صحيفة نيويورك تايمز رسالة مدوية حذرت فيها 50 شخصية من كبار الجمهوريين من أن دونالد ترامب سيكون أخطر رئيس في التاريخ الأمريكي بسبب جهله وعدم كفاءته في الشؤون الدولية بشكل سيعرض أمن بلادهم القومي للخطر. فما كان من ترامب إلا أن عقب في بيان لاذع دعا فيه إلى محاسبة معارضيه لجعلهم العالم أقل أمانا، متهما إياهم بالوقوف وراء اتخاذ القرارات الكارثية باجتياح العراق والسماح بمقتل أمريكيين في بنغازي والسماح بظهور التنظيمات الإرهابية.